من فترة قريبة صحيت الصبح وحسيت بحاجة غريبة. أول ما فتحت عينيا إيدي راحت للموبايل، فتحت الإنستجرام، الفيسبوك، التيك توك، نفس الوشوش، نفس الأخبار، نفس المقارنات اللي بتجيب الصداع. للحظة حسيت إن حياتي كلها بقت مجرد شاشة. في اللحظة دي جالي سؤال كده هزني، إيه اللي هيحصل لو رميت الموبايل وقطعت علاقتي بالسوشيال ميديا خالص؟ هل ممكن أعيش حياتي طبيعي؟ هل هفقد حاجة مهمة؟ ولا بالعكس ممكن أكتشف إن في حياة حقيقية أحلى بكتير مستخبية ورا الشاشات دي؟ السؤال ده فضل يزن في دماغي لحد ما قررت أخوض تجربة. إزاي ممكن أعيش من غير سوشيال ميديا؟ وإيه اللي اتغير فيا بعد ما أخدت الخطوة دي؟ والنهاردة هشارككم أسرار الرحلة دي. تعالوا ندخل في صلب الموضوع ونشوف إزاي الحياة ممكن تكون من غير سوشيال ميديا. الهدوء النفسي واكتشاف الذات. أول وأهم تغيير حسيته كان الهدوء النفسي. تخيل إنك مش مضطر كل شوية تقلب ولا تقلق من إشعارات أو تفوت حاجة. فجأة بقى عندك وقت لنفسك، وقت تفكر، تقرأ، تمارس هواية كنت نسيها. بتكتشف نفسك من جديد وتفهم إيه اللي بيبسطك بجد بعيد عن ضغط العالم الافتراضي. القلق اللي كان بيسببه الفومو، اللي هو الخوف من فوات شيء، بيختفي تدريجيا. مثال، بدل ما تقضي ساعة الصبح على الفيس ممكن تقرأ فيها كام صفحة من كتاب، أو تعمل تمارين بسيطة، أو حتى تشرب قهوتك بهدوء. العلاقات الحقيقية بتقوى. السوشيال ميديا بتديك إحساس إنك متواصل مع الناس، لكنه تواصل سطحي. لما بتبعد عنها بتلاقي نفسك بتقرب أكتر من الناس اللي حواليك بجد. بترفع سماعة التليفون وتتكلم، بتقابل أصحابك وش الوش، بتقضي وقت أكثر مع أهلك. العلاقات بتبقى أعمق وأكثر قيمة لأنها مبنية على التفاعل الحقيقي مش اللايكات والتعليقات. مثال، بدل ما تشوف صور أصحابك على الإنستجرام هتكلمهم وتسأل عنهم. ممكن تخرجوا سوا وتعملوا ذكريات حقيقية. لسه مكملين رحلتنا في عالم الحياة بدون سوشيال ميديا. لو حسيت إن الكلام ده بيوصف جزء من حياتك أو خلاك تفكر في تجربتك، يبقى الفيديو ده مهم ليك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ومهم بنقدمه. دعمكم بيفرق معانا جدا وبيخلينا نكمل. يلا بينا نكمل بقية الأسرار. زيادة التركيز والإنتاجية. كم مرة كنت بتحاول تركز في شغل أو مذاكرة ولقيت إيدك راحت للموبايل؟ السوشيال ميديا عاملة تشتيت كبير. لما بتوقف استخدامها تركيزك بيزيد بشكل ملحوظ. بتقدر تنجز مهامك في وقت أقل وبجودة أحسن، لأن مفيش حاجة بتقطع انتباهك كل شوية. بتكتشف إن عندك وقت فراغ كبير كنت بتضيعه في التقليب العشوائي. مثال، بدل ما تاخد بريك كل 10 دقائق عشان تشوف الإشعارات، ممكن تركز ساعة كاملة في شغلك وتنجز أضعاف اللي كنت بتنجزه قبل كده. تقدير الحياة كما هي. على السوشيال ميديا كل حاجة مثالية ومتفلترة. لما بتبعد عنها بتبدأ تشوف الحياة بجمالها الطبيعي، بكل تفاصيلها الصغيرة اللي كنت بتفوتها. بتلاقي جمال في المشي في الشارع، في ضحكة طفل، في فنجان قهوة عادي. بتبطل تقارن نفسك بالصور المثالية وبتعرف إن السعادة مش في الظهور لكن في التجربة نفسها. مثال، بدل ما تصور الأكل عشان تحطه على السوشيال ميديا هتستمتع بطعم الأكل وبوجود الناس اللي بتاكل معاك. نوم أفضل وصحة أحسن. الموبايلات والشاشات قبل النوم بتدمر نومنا. الضوء الأزرق بيخلي المخ صاحي والإشعارات بتخليك متوتر. لما بتوقف استخدام السوشيال ميديا قبل النوم بتنام نوم أعمق وأريح. ده بيأثر إيجابيا على صحتك الجسدية والنفسية بشكل عام. بيقلل التوتر والقلق. تصحى فايق ونشيط. مثال، بدل ما تقضي نص ساعة بتقلب في الموبايل على السرير ممكن تقرأ كتاب أو تعمل تأمل خفيف وهتنام نوم مريح. خلاصة يا جماعة، إن الحياة بدون سوشيال ميديا مش مستحيلة، بالعكس ممكن تكون أحلى وأكتر هدوء. مش بقولك اقطع علاقاتك بيها تماما، لكن بقولك جرب تتحكم فيها بدل ما هي تتحكم فيك. جرب فترة توقف رقمي حتى لو يوم أو يومين في الأسبوع. شوف إيه اللي هيتغير فيك، هتتفاجئ بالفرق. السؤال دلوقتي ليك، هل أنت مستعد تاخد الخطوة دي؟ هل ممكن تعيش من غير سوشيال ميديا وتفضل طبيعي؟ وإيه أكتر حاجة هتستفيدها لو بعدت عنها؟
شاركونا رأيكم في التعليقات تحت الفيديو، رأيكم بيفرق معانا جدا وبيشجعنا نقدم محتوى أكتر. لو حسيت إن الفيديو ده فادك وألهمك ياريت تعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس. أشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.